طيب عايز انت بقية الجزء بتاع اصعب بيعة او اصعب امتحان في البيع. ايه اللي حصل بقى؟ يعني عايز تعرف. حاضر، هقول لك مفيش مشكلة. الاولاني اللي هو راح وكافح وباع مشت، ده في الاخر اكتشفوا ان هو اللي اشترى المشت ومعرفش يبيع لاي حد. التاني اللي هو باع ال 120 مشت برضه اكتشفوا ان هو نزل لف على محلات وباعهم ورجع عشان يقول ان هو باع امشاط وخلاص. طيب التالت بقى اللي هو اصبح ايقونة واصبح علم، هو عمل ايه؟ هو فكر الناس اللي هي بتوع بوزة اللي هم ما عندهمش شعر دول ازاي هيشتروا المشاط دي. فهو عمل حاجة كرييتيف، يعني عمل حاجة مبدعة جدا. هو قعد فكر ولقى ان الحل بسيط جدا. هو دخل على كبير الكهنة بتوع المعبد وقال له على فكرة هي دي كانت المفتاح والسر. قال له ايه؟ قال له انا بفكر ان الخزينة بتاعة المعبد دايما خاوية ودايما ما فيش فيها فلوس، ومحتاجة ان يبقى فيها فلوس عشان تقدروا تعملوا دعم للناس والناس تبقى يعني بتجيلكوا وكده. فقال له اه ده اكيد، ودي من احد المشاكل اللي بتواجهنا. قال له المشكله التانيه الناس لما بتيجي المعبد بتقعد تتعبد وبعدين لما تخرج من المعبد خلاص بتنسى كل حاجه. قال له طيب ايه الحل؟ قال له انا هديك امشاط هنكتب عليها تعليم من تعاليم بوذا، والمشت ده انا هديهولك مثلا وليكن بجنيه وانت تبيعه للناس ب2 جنيه. وبكده الناس لما تيجي كل ما تتسرح هتشوف تعليم بوذا تفتكر التعليم وتفتكر الديانة، والخزينة بتاعة المعبد هيخش فيها فلوس. فعجبت الفكرة الكبير الكهنة ان هو كده هيقدر يجيب فلوس للمعبد وهيقدر في نفس الوقت يفكر الناس بآيات بوذا. فقال له معاك كام مشت؟ قال له انا معايا 1000 مشت. راح شاريهم منه وابتدت من هنا الشغلانه. طب ايه الابداع هنا؟ الابداع ان هو اي حد في الدنيا عايز يشتري هو بيشتري نتيجة احتياج. يعني حضرتك لما بتبقى جعان بتنزل تشتري اكل، لما بتبقى عايز محتاج هدوم عشان تلبس بتنزل تشتري هدوم، اما لا قدر الله بعد شر واحد عايز دواء بينزل. يبقى الاحتياج هو السبب الاساسي اللي بيخلينا ننزل علشان خاطر ان احنا نجيب الحاجة ونشتري. هو يعني صنع الاحتياج الشديد داخل المعبد اللي هو محتاج الفلوس عشان يبقى عنده في الخزينة فلوس يعرف يشتغل. فخلى عنده يعني تسديد لهذا الاحتياج من ان هو هيبيع المشاط. الحاجة التانية انه هو فكروا بالتعليم بتاع بوذا فخد منه الحتة الدينية مع الحتة المالية، دي على دي قدر ان هو يجعل الموضوع مهم جدا. فخلى الكاهن هنا اشترى ال1000 مشت مرة واحدة ودفعة واحدة. وبالتالي الابداع في ان انت ازاي توصل لعميلك اهمية المنتج اللي حضرتك بتديهوله ده، انه هيشبع احد الرغبات في احتياجاته الهامة جدا عشان يقدر يبيع. ودي كانت الفكرة اللي هو عملها. وطبعا ده بقى علم كبير قوي ازاي يتعمل وازاي يدرس، وموجود في الكتب حضرتك تقدروا تشوفوه. واللي محتاج اي سؤال او استفسار يقدر يتصل بينا. واتمنى لكم كل خير، وما تنسوش الاشتراك والشير عشان الفايدة تعم الكل. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.